هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى فلسطين المحتلة العام 48 ومباشرة إلى البروة، حيث كان الشاعر الكبير الراحل محمود درويش يدرس في هذه المدرسة، مدرسة البروة المنهوبة. وهذا الهشيم وهذا الهشير الذي استزرع من خلاله وفيه محمود درويش طاقة الكلمات، وبقيت الذاكرة ريانة بطاقة الحياة وطاقة الخير التي نهبها النقيض في غير مساحة وغير اتجاه. أنا أقف اليوم في هذا الصباح مستعينا بطاقة الخير وحبات الضوء من هذه الشمس المهيمنة لكي أتذكر أن الشاعر الكبير والاسم الوازن في الثقافة الفلسطينية والإنسانية محمود درويش كانت بدايته في هذه المدرسة، وما زال لوح الصف أخضر كما تركه الصبي الذي عايش لحظات البدء في بروته المنهوبة، والتي أحالوها إلى ياباس بعد أن كانت مضطرة ومخلوطة بالزيتون المحارب. هذا الزيتون الرومي الذي ما زال يمنحنا طاقة الفعل وطاقة الصمود وطاقة الإصرار. وهذه الحجار التي اسودت إلا أنها ما زالت تختزن الكلمات الخضراء، وما زالت تختزن الأنساغ الحية في شكوك المكان. ها هي مدرسة محمود درويش، وها هو الصدأ على الشبابيك والأبواب، وها هو الفلسطيني ينكش القصيدة والكلمة على هذه الواجهة الحجرية، لكي نؤكد دائما أن وشم الكلام على الحجر باق ما بقيت هذه فلسطين، وما بقي هذا التراب المحارب، وما بقي هذا الشجر يعلي مقولة الصمود والعناد المقدس. هنا خالد محاميد، وهنا أحمد فوزي أبو بكر، وأنا هذا الثالوث في هذا الصباح بجوار هذه الحجارة وهذه الذاكرة الحية التي أطلقت مقولة شاعر فذ وشاعر عارم بالمحبة وطاقة الحياة والانحياز إلى جمالية البلاد التي دافع عنها حتى النهاية. ونحن أيها الشاعر الكبير نتذكر البدايات ونتذكر الخطى الأولى ولفغة الشعر الأولى، ونقول برغم هذا اليباس الذي أريد للبروة أن تكون فيه، إلا أن ثمة شتولا خضراء وزيتونا أخضر وشومرا يحيط بالمكان يعلي طاقة الفعل وطاقة الخير. ما زالت هذه الأنساغ الحرة المعافاة تمنحنا دفء اللحظة ودفء هذا الصباح الذي يفتحنا إلى التذكر ويفتح شبابيك القلب إلى وجع دام أن هذه البلاد التي نهبت وسلبت ستعود يوما. يا محمود درويش، ويا كل شعراء فلسطين ومبعديها وشتاتها، ستعودون عودة الطيور إلى أعشاشها. سيأتي الفلسطينيون ذات يوم إلى هذا المكان ليكون منارة يعمرها الفعل، لتكون مكانا يتسع باتساع كلمات محمود درويش، ولكي يكون محمود درويش بحجم هذه البلاد كما كانت المقولة الثقافية الفلسطينية دائما.
شكرا. شكرا لك سيدي. وكأنك تقرأها لمحمود درويش في أولى خطواته هنا التي قال عنها اللوح الأسود. الحرف الأبيض على اللوح الأسود فيه مهابة فجر ريفي. إني أراه أخضر ما زال أخضر ككلمات محمود درويش. سأقرأ من السراج عاليا قصيدة زاجل المعنى. لك هذه الرؤيا خيطان من ضوء التشوف، والندى حجل، وإكليل الجبال بنفسج يهتاج، والروح قطفة عوسج جفلت مواجعه. كيف لي أن أعبر الطرق الغباش بنظرة بيضاء، وكيف لي أن تعبر النجوى تخوم، والبلاد دم البلاد قلائد الفوضى، رجوم منازل الكلمات في الطرقات. وهنا أرتب مرتجى حزني وبعض قصائد، وأميل نحو البر، أوقد دمعتين وأرتدي ليلين، منسدل كبحر الشاعر الضليل، آخر من فحيح الكحل يورك ميجنا، ومكتحلا ليل البلاد كأنه ربابات رعيان الجبال وفوحها. رماني بصمت جارح جر سهمه شآبيب ويلات وقد فاض جرحها، فأقبل نحو البحر برا متوجا بلألائه نارا يضفضف طفحها، وصرت مويج الهدب يلفح بركه، وتلة ريحان صدى النجم لفحها. السلام على محمود درويش حتى يرضى، والسلام على البروة وعلى كل شعراء ومبدعي فلسطين، وعلى كل نظرة تذهب نحو هذه البلاد من شتاتها الذي لا بد يوما أن يكون هنا، على الرغم من غوائل التدمير والتزييف، وعلى الرغم من كل مساحات الإلغاء والمحو. هذه البروة أيها الشاعر الكبير ما زالت ذاكرة وذكرى، وما زالت مكانا ومكانة تخضر بالكلمات.